السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعًا النهارده المنتخب اتغلب من الكونغو الديمقراطية وخرج من أفريقيا، وحابب أقول شوية كلام. يعني اللعيبة يمكن عملت اللي عليها، بس الغلط مش من غلط لعيبة، الغلط من غلط إدارة، غلط اتحاد كورة، غلط فني، غلط حاجات كتير، منظومة ما لهاش دعوة باللعيبة نهائي. يعني كان معظم اللعيبة كانت رجالة في الملعب، وعملوا اللي عليهم تحت الضغط والظروف الرطوبة العالية. بس التفكير والإدارة هي اللي ضيعت الدنيا. احنا المدرب بصراحة فيتوريا، انا كنت قبل البطولة، الماتشات اللي قبل البطولة كنت بقول عليه مدرب ممتاز، وكان عامل نتائج حلوة والماتشات كان حلوة وكان أداء ودفاع وهجوم. بس أنا مش عارف اتغير 180 درجة خلال البطولة دي. وفي لعيبة خدها المفروض ما كانش يتاخد المنتخب، ولعيبة سابها المفروض ما كانش يتساب. يعني لعيبة زي حسين الشحات ما كانش يتاخد، كان هيحتاجه في ماتش زي ده. بس كان صلاح مش موجود، وفي لعيبة كتير مش في حالتها. التغييرات يعني حتى التغييرات بتاعته تغييرات غريبة. يعني النهارده منزل محمود حماده ده ما لعبش ولا ماتش في المجموعات، وراح ينزله في ماتش زي ده. طب نزل مهند لاشين، مهند لاشين عنده خبره، لعب البطوله اللي فاتت، عنده خبره وكان هيبقى احسن منه. يعني محمود حماده جاله فرصه قدام الجون، كان بامكانه يخلص الدنيا ويحطها جون، ضيعها. يعني يا ريته حتى ده وقع، يوقفها وقع ما عرفش يوقفها. واحد زي احمد فتوح بقاله سنه ما لعبش، بقاله كام شهر ما لعبش في الزمالك وما بيلعبش، والراجل ما عندوش لياقه وكل شويه وبرضه مصمم ان هو ياخده. يعني معاند الناس ومصمم ان هو ياخده. يا ابني انت بتاخده ليه؟ ما بيشاركش. انت اللي نزلته في الماتش اللي فات واللي طلعته في الشوط الاولاني بعد ما خلص، والماتش ده نفس الحوار، اتصاب وطلعته. انت اخدته ليه؟ يعني في لعيبه كتير بقت تلعب مكانه. انت عندك لو انت كنت خدت مثلا كريم حافظ بتاع بيراميدز، كان هيبقى احسن منه، هيبقى موجود مع محمد حمدي بديل له، كان هيبقى حلو. انت يعني واحمد حجازي ما كانش موجود اصلا من اول البطوله، مش في حالته، راجع من اصابه ومش في حالته، وهو مصمم برضه يلعبه اساسي. يعني مصمم يلعبه. احمد حجازي ما يختلفش عليه، الماتش النهارده كان مأدي اداء ممتاز. بس قبل كده انت راجع من اصابه، ما تشارك اللي جاهزين. ياسر ابراهيم ما كانش حتى واخده في التشكيله، ما كانش واخده في اللعيبه اللي هم واخدهم مستدعيهم، بس ما خدوش الا ما اسامه جلال اتصاب خدوا مكانه. المفروض ياسر ابراهيم لعب اساسي مع محمد عبد المنعم، يقعد احتياطي. محمد عبد المنعم ما كانش في مستواه، والشناوي ما كانش في مستواه، في لعيبه كتير ما كانش في مستواها. بس برضه في خطط فنيه وتغييرات وطريقه لعب ما فيش خالص. يعني في ماتش زي الماتش اللي اتصاب فيه محمد صلاح، راح ينزل مصطفى فتحي، المفروض كان نزل زيزو، ينزل مصطفى فتحي. الماتش الاول يروح يلعب محمد صلاح، يلعبه في النص صانع العاب، ويخلي زيزو جناح. يعني من ساعه ما مسك المنتخب كان بيخلي زيزو هو يلعب في العمق، يلعب صانع العاب، ويخلي محمد صلاح جناح. يعني خطورته كلها ما يلعب جناح محمد صلاح، راح تلعبه صانع العاب بأقل من خطورته خالص. الماتش الاولاني، الماتش التاني مش عارف يروح مين، محمد صلاح يتصاب يروح منزل مصطفى فتحي ما لعبش. الماتش بتاع النهارده يروح منزل محمود حماده، ما عندوش خبره نهائي، خبره دوليه. كل الماتشات اللي لعبها ماتشات وديه. يعني المفروض اصلا اتحاد الكوره يتحاسب بسبب اللي حصل للمنتخب ده. منتخب مصر ما غفزش ولا ماتش في البطوله، ماتشات كلها تعادل تعادل تعادل، وداخل في كل ماتش داخل فيه جون جونين. يعني 7 اجوان في 4 ماتشات. ده منتخب مصر، ويا ريت يلعب فرق قويه. يعني ما فيش، يمكن غانا، وغانا مش في حالتها كمان. يعني غانا اسوأ نسخه من غانا هي النسخه دي. ما بتلعبش انت السنغال، ما بتلعبش المغرب، ما بتلعبش، وهتلعب الكونغو الديمقراطيه. يعني مع احترامي، انت الكونغو المفروض تكسبها في الماتش الطبيعي، انت تكسبها. انت كنت احسن، بس مفيش لعب مفهوم كله، مفيش جملة، مفيش اداء، مفيش تكتيك في الملعب. يعني حتى التغييرات مفيش تكتيك، انت بتطلع لاعب وتنزل لاعب مكانه. انت السبب ان ده يحصل فيك من الاختيارات. وانت حسين الشحات كان هتحتاجه في ماتش زي ده، وفي لعيبه كتير كنت هتحتاجها برضه. واحد زي سام مرسي، سام مرسي ده المفروض كان يتاخد. سام مرسي لو كان متاخد وبيلعب في المنتخب كان هيأدي احسن من الموجودين، احسن، كان هيأدي احسن من نني، وهيأدي احسن من محمود حماده. سام مرسي لاعب محترف في الدوري الانجليزي وعنده خبره، كان هيلعب وكان هيموت نفسه في الملعب. بس هقول ايه؟
حسبي الله ونعم الوكيل.